شوارع الجزائر العاصمة أمس في مظاهرة للتضامن والدعم للقضية الفلسطينية. خرجوا للتظاهر بسلام تعبيرا عن دعمهم للقضية، لكن السلطات واجهتهم بالقمع واقتادت البعض منهم إلى مراكز الشرطة. هذا في دولة غير مطبعة مع الكيان الصهيوني. أما في دولة مطبعة وهي الجارة المغرب، بالعاصمة المغربية الرباط تظاهر أمس آلاف المغاربة في مسيرة شعبية اعتراضا على استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة للأسبوع الثاني على التوالي. السلام عليكم. اليوم اخوتي في هذا الفيديو غادي نشوفوا الاعلام الجزائري الحر والنزيه المستقل على نظام الكابرانات يتكلم على قمع المتظاهرين والمظاهرات في الجزائر مع الشعب الفلسطيني عفوا. كما كنعرفوا اخوتي ان الجزائر غير مطبعه، ولكن في الواقع دولة مطبعة لأنها قمعت بشدة هاد المتظاهرين، على العكس اللي شفنا في المغرب. المغرب دولة مطبعة مع الكيان الصهيوني، ولكن خلاو المظاهرات وخلاو يعني الشعب المغربي يتظاهر ويدير مظاهرات كما بغى تضامنا مع الشعب الفلسطيني. خوتي باش ما نطولش عليكم بزاف غادي نمشيو نشوفوا الفيديو، حكموا عطيونا الآراء ديالكم من خلال التعليقات. ما تبخلوش عندنا بشي لايك، لأن اللايك ديالكم اخوتي تيشجعنا بزاف، تيخلي الفيديو يوصل لجميع المغاربه. نخليكم مع الفيديو ونرجعوا في النهايه ديالو. اهلا بكم مشاهدي قناه 22 في حديث الجيران. مشاهدينا، خرج المئات الى شوارع الجزائر العاصمه امس في مظاهره للتضامن والدعم للقضيه الفلسطينيه. خرجوا للتظاهر بسلام تعبيرا عن دعمهم للقضيه، لكن السلطات واجهتهم بالقمع واقتادت البعض منهم الى مراكز الشرطه. هذا في دولة غير مطبعة مع الكيان الصهيوني. أما في دولة مطبعة وهي الجارة المغرب، بالعاصمة المغربية الرباط تظاهر أمس آلاف المغاربة في مسيرة شعبية اعتراضا على استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة للأسبوع الثاني على التوالي. طوفان بشري تشكل من جميع فئات الشعب المغربي ومختلف أطيافه السياسية دعما للمقاومة في عملية طوفان الأقصى، هذا بدعوة من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين. معنا للحديث عن الموضوع من الجزائر المحلل السياسي الأستاذ إسماعيل معراف. أهلا بك أستاذ إسماعيل. أهلا وسهلا. ومعنا من المغرب الأستاذ معاذ الجحري عضو السكرتارية الوطنية للجبهة الاجتماعية المغربية. أستاذ معاذ أهلا بك. أهلا وسهلا. نبدأ معك أستاذ معراف. مظاهرات هنا وهناك بعدد من المدن الجزائرية لمساندة القضية الفلسطينية، لكن مظاهرة العاصمة واجهت قمع السلطات وحتى أنه تم اقتياد العديد من الشباب إلى مراكز الأمن. دعنا أستاذ معراف قبل أن أعطيك الكلمة نشاهد هذا الفيديو ونعود. حاولي هذا ثاني هذاك اللي لابس خالص كذا بسيط تهم التشكيل ضربوهم ما ضربوهم ضربوهم ما داوا يحاول به داوا سوري كيزيد مجدين داوا سوري كما تفهم كيف داوا يظهر أثره يكون ملموسا. إذا من هنا يبدأ القمع إخواني أخواتي، يبدأ القمع لهذه المسيرة التضامنية مع إخواننا في فلسطين. إذا إخواني أخواتي كما تشاهدون هنا تبدأ المضايقات الأمنية من ساحة الولاية. الله أكبر. نفديك يا عزة بالدم. أستاذ معراف أعود إليك. أين هي الشعارات أستاذ معراف النظام الذي يساعد فلسطين وأنه معها ظالمة أم مظلومة؟ لماذا هذا القمع في مسيرة مؤيدة لفلسطين؟ يعني لا شيء غير أنها مسيرة. أولا نحن في برنامج حديث الجيران، تحية أخوية للجيران لك سيدتي المتألقة، وأيضا لأخويا وصديقي معاذ من المغرب الحبيب. تعرفي بأنه القمع والتضييق الذي يطال هذا المظاهرات ليست بسبب فلسطين، ونظام عندما يضع مثل هذه المتاريس
للتقييد وايضا للخنق والقمع والى ذلك. فهو المقصود بها هو الشعب الجزائري برمته، لان النظام في الجزائر هو غير شرعي، نظام موجود بقوه على الشعب الجزائري، ولا احد انتخب لا المؤسسه لا الرئيس ولا الحكومه، وبالتالي انه هذا النظام هو تقريبا يخاف من ان تتحول هذه المظاهرات. وفعلا نحن في المعارضه دائما نستغل مثل هكذا احداث الى غداك لكي نذكر هذا النظام بان الشعب الجزائري برمته هو لا يعترف بهذا النظام، وبالتالي انه كل هذا التضييق الذي مورس على المظاهرات المساندة للشعب الفلسطيني المقصود بها هو عدم فسح المجال في اجتياز الشارع بالنسبة لأحرار الجزائر، لأن هذا النظام دائما لديه هذه الفوبيا من عودة الحراك الباهر الذي انطلق في 2019. وبالمناسبة حتى قبل ربما أنا يمكن من حكم السن نتاعي تقريبا شاهدت الكثير من الأحداث التي عرفتها القضية الفلسطينية أو حتى القضية اللبنانية وغيرها من القضايا التي يساندها الشعب الجزائري، ولكن النظام كان دائما يقمع لا سيما في الجزائر العاصمة. لماذا؟ لأن خوفه دائما من أن تتحول هذه المظاهرات إلى صراحة محاكمة ومحاسبة بالنسبة للنظام الذي مثل ما تفضلتي، لأن قضيته مع القضية الفلسطينية هو يضع الكثير من الشعارات، ولكن خليني نقول هو تقريبا مثل باقي الأنظمة العربية حتى لا نكون منصفين، لأن بالنهاية المشروع الصهيوني ما كان له أن يتمدد ويتقوى بهذا الشكل لو لم يجد له امتدادات في الجزائر وفي المغرب وفي ليبيا وفي تونس وفي مصر، كل البلاد العربية، لأن بالنهاية نحن نعيش في معتقل عربي. صحيح أن ربما هذه المظاهرات التي خرجت هنا وهناك هي وقودا معنويا بالنسبة للأشاوس المقاومة في غزة، وأيضا رسالة للرأي العام العالمي بأن الشعوب العربية صراحة هي في واد، والحكومات العربية التي تسيطر على هذه الشعوب بالقوة تسيطر عليه شعوب بالقمع، وأن كل جيوشها هي موضوعة لقمع هذه الحريات إلى غدك، وليس من أجل نصرة قضاياها الأساسية. لأن لما نشوف مثلا كل الجيوش العربية التي تأخذ من أموال الشعوب العربية الكثير من بل تقريبا 15% إلى 17% حسب دراسة طلعت وأنا من ميزانية الشعوب، من قوة الشعوب إلى غدك، وتشتري بها هذه الأسلحة. ولكن بالنهاية هذا الجيوش هي موضوع للحزازات فيما بين هذه الدول العربية، وأيضا لإخراج الدبابات أمام الأحرار والأشاوس، مثلما نقمع نحن في الجزائر كمعارضة التي نطالب بأن يكون هناك نظام ديمقراطي وطني في الجزائر يمكن أن يقدم الصورة الحقيقية للشعب الجزائري تجاه قضيتنا الأولى والأساسية هي القضية الفلسطينية. نعم أستاذ معرف. أستاذ جحري، حشود من المغاربة ملأت شوارع العاصمة الرباط أمس وبعض المدن المغربية وبشعارات قوية. دعنا نشاهد هذه المشاهد من وقفة الرباط.
أستاذ معاذ، قبل الخوض في تفاصيل بداية صف لنا مشاهد وقفة الرباط وأيضا وقفات المدن الأخرى. أنت حضرت بوقفة مدينة مراكش وما عبر عنه الشعب المغربي خلال هذه المسيرات. كما ترين الأخت كريمة، يعني المسيرة ديال الرباط لا يتعلق الأمر بالآلاف بل بمئات الآلاف. هو فعلا كان طوفان بشري، وهي مسيرة حاشدة وشعبية وضخمة، ولا تقتصر على النخاب فقط، إنما تعدتها لفئات شعبية مهمة. وقد يعني تم تنظيم هذه المسيرة دعوة مشتركة من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع ومجموعة العمل الوطنية لدعم فلسطين. نحن في الجبهة المغربية ما عندناش واحد العلاقة لنقول ممأسسة مع مجموعة العمل، وإنما علاقتنا تخضع لنقول لقاعدة لكل مقام مقام ولكل حديث حديث. وهذه المرة بالنظر للتطورات الخطيرة اللي كاينة في ديال العدوان على غزة وعلى مجموع فلسطين والمنطقة، فارتأينا أن نقوم بعمل وحدوي ندعم من خلاله المقاومة في فلسطين. طيب أستاذ، كان هذا اخوتي هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. في الاخير ما تبخلوش عنا كما العاده بشي لايك واشتراك في القناه وتفعيل خاصيه الجرس باش فما حطينا شي جديد توصلوا بين نتوما الاول. نخليكم تهلاو ليا في رياضكم، تلاقاو في الفيديو الجاي. السلام عليكم.